السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي قضية جديدة. القضية ديال اليوم هي من أغرب القضايا اللي دارت ضجة كبيرة، وباقي لدابا واخا دازت عليها 20 سنة باقي الناس كتعاود عليها من الصدمة اللي جاتهم من أحداث هذه القضية، خصوصا ملي كيعرفوا شكون هو المجرم. فاليوم غنتعرفوا على قضية الشقراء الشريرة، فأخليكم معايا حتى آخر الفيديو باش تكتشفوا معايا أحداث هذه القصة. سوزان هي واحد البنت تولدت في نوفمبر 1983 بالضبط في سان باولو في البرازيل. باها كان مهندس ألماني، وامها كانت طبيبة نفسية برازيلية ولكن من أصول لبنانية. عندها خوها اللي هو صغر منها ب4 سنين سميتو أندرياس من مواليد 1987. حياة العائلة كانت مزيانة بزاف من كل النواحي، عائلة مليونيرية وكانت ثروتهم تتقدر ب5 مليون دولار. وسوزان قرات في ثانوية ألمانية، من بعد مشات الجامعة كاثوليكية في البرازيل باش تقرا الحقوق. من بعد هادشي اللي سمعتو كتبان لكم هذه انها عائلة مثالية، يعني خالية من المشاكل، عايشين حياة مثالية، يعني عايشين حياة مثالية، حياة سعيدة لأي واحد كيتمنى أنه يعيشها. فهنا في ليلة 31 أكتوبر بالضبط مع 3 ديال الصباح رجعت سوزان هي وخوها الصغير للدار. فملي دخلوا للدار كيتفاجئوا باللي باهم وامهم ميتين، واحد الموتة خايبة بزاف، يعني ميتين بواحد الطريقة خايبة. وهنايا اتصلوا بالبوليس وبلغوا على الحادثة. جاو البوليس لعين المكان، بداو التحريات ديالهم، ولكن اول حاجه غيشكوا فيها ان القاتل اللي قتل الاب والام ديال سوزان غيكون يا اما يعني من سكان المنزل او من العائله، لان لقاو الاجهزه ديال الانذار والكاميرات كلشي مطفي وما يمكنش يتطفاو من برا، يعني ضروري اللي طفاهم غيكون دخل الدار وطفاهم. وكذلك الفوضى اللي لقاو الدار مرونه، كتبان لهم بلي راه فوضى ماشي ديال شي واحد اللي دخل باش يسرق، لان فوضى باينه مدبره، يعني الطريقه باش الاوراق طايحين وكيبان مدبر، يعني ماشي شي واحد اللي سرق، ماشي شي واحد كيقلب مثلا باش يسرق ولا شي حاجه. فهنا الشرطه بداو كيجيوهم شكوك اكثر بسوزان، شكوا فيها بزاف. علاش شكوا في سوزان؟ حيت كانت بارده بزاف رده الفعل ديالها، صراحه ما بينتش اي مشاعر تجاه الموت ديال ماماها وباباها. واللي زاد اكد الشكوك ديالهم هي انه من بعد 3 ايام من الحادث سوزان دارت عيد ميلاد ديالها في 3 نوفمبر ودارت حفله كبيره. وهذا الشيء علاش البوليس ولا عندهم شك فيها وبقاو مركزين عليها اكثر في التحقيقات. بداو كيلاحظوا عليها انها ولات كتشري حوايج غاليين بزاف وكتخلص كاش، وهنا غتعتقل رسميا. وفي التحقيقات وفي ظرف اسبوع ما قدرتش انها تقاوم واعترفت لهم بكل شيء. فهنا غادي نرجع بكم الاحداث ديال القضيه. ففي سنه 1999 سوزان بدات تتعلم واحد الرياضه برازيليه سميتها جوجيتسو. في داك النادي فاش كانت كتعلم هذه الرياضه تعرفت على واحد الشخص سميتو دانيال كريفر، بدات علاقتهم كاصدقاء. من بعد تطورات الاهل ديال سوزان في الاول ملي عرفوا بالموضوع كانوا موافقين باش ترتبط به، ولكن من بعد مده بدلوا الراي ديالهم، حيت اكتشفوا بلي دانيال ما خدامش وما كيقراش، وكذلك انه مدمن ديال المخدرات وحالته صعيبه بزاف. فباختصار عرفوا بلي هو شخص غير مسؤول وغيشكل خطر على بنتهم. وهنا غيطالبوا سوزان انها تقطع علاقتها معه، ولكن هي رفضات وبقات الاوضاع مستمره على ما هي عليه حتى شهر يوليو 2002. في هذا الشهر هذا عائلة سوزان كانوا مسافرين، وفاش رجعوا فهنا طلبت منهم انهم يشريوا لها دار خاصه بها، يعني تعيش فيها هي، ولكن طبعا باباها رفض حيت عارفها غتعيش فيها مع دانيال، وقال لها خدمي وجمعي لراسك باش تقدري تشري دارك من مالك الخاص. يعني هنا رفضوا لها هذا الطلب هذا وبقاو ضاغطين عليها باش انها تقطع علاقتها بدانيال. ففي 31 أكتوبر 2002 في هذا اليوم المشؤوم الشقراء سوزان دارت بزاف ديال الحوايج اللي خايبين بزاف اللي ما يقدرش انسان او العقل البشري انه يتخيلهم.
في هذا الوقت كان العمر ديالها فقط 19 سنه، وخوها كانت عنده 15 سنه. ففي داك النهار سوزان خدات خوها وداتو لواحد الصاله ديال الالعاب، قالت ليه بقى هنايا ولعب مع صحابك حتى نرجع. ورجعت للدار هي ودانيال وخوه اللي كان سميتو كريستيان عمره 26 سنه. قبل ما يدخلوا سبقتهم هي لداخل، يعني سوزان دخلت هي الاولى وخلاتهم هما على برا، ومشات طفات الاجهزه ديال الانذار وطفات الكاميرات ديال المراقبه. عاد طلعت للغرفه ديال والديها باش تاكد بلي هما كاينين ولقاتهم ناعسين، ودخلات ورجعات ودخلت دانيال اخوه. قالت لهم صافي دابا دخلوا، راني طفيت كاع الكاميرات وطفيت كاع الاجهزه ديال الانذار، صافي هما يطلعوا نيشان. وراتهم البيت، طلعوا نيشان البيت ديال ماما وباباها، ولكن هي بقات في التحت، يعني هي ما طلعتش معاهم، هما طلعوا بجوج. وكانت معاهم واحد الحديده اللي ثقيله بزاف، فهاد الحديده هذه هي اللي استعملوها في باش يقدروا يقتلوا الاب والام ديال سوزان. فضربوهم بها على راسهم، ولكن ما ماتوش من هاد الضربه، واخا كانت ضربه قاسحه بزاف ولكن ما قتلاتهمش. وهنا دانيال مشى الحمام، جاب واحد الفوطه وبدا كيخنقهم بها، كيخنق بها الاب والام ديالها، وبداو مساكن يغوتوا، ولكن واخا هكاك ما نجحوش باش يقتلوهم. مشى دانيال للكوزينه، جاب واحد البانيو فيه الماء وبدا كيخشي ليهم راسهم فيه باش يموتوا. هنا فقط بابا سوزان هو اللي مات، ولكن الام ديالها بقى عايشه وما قدروش انهم يقتلوها لحد الان. فمشى جاب واحد الكيس بلاستيكي وخشى ليها راسها فيه وخنقها به حتى ماتت. فكما شفتوا معايا راهم عذبوهم مزيان، يعني عذبوا الوالدين ديال سوزان بجميع الطرق باش يقدروا انهم يتخلصوا منهم. وهذا الشيء كامل وهي كتسمع في التحت الغوات ديال باباها وماما، يعني هي كانت كتسمع ليهم فاش كانوا كيطلبوا النجده، ومع ذلك ما تحركاتش فيها ولا ضره ديال انها تحنف والديها ولا والو. فمني قدروا انهم يتخلصوا منهم وتاكدوا بلي راهم ما ماتوا، عاد جات سوزان حتى هي باش تاكد بلي راه بابا وماما فعلا ماتوا. ودابا غيدوزوا الجزء الثاني ديال الخطه ديالهم، وهي انهم يغيروا مسرح الجريمه. بداو كيبدلوا في بزاف ديال الحوايج في الدار وكيرونوا باش يبان بلي راه السراقه هما اللي دخلوا للدار وداروا هذه الجريمه. هزوا كاع الفلوس اللي كاينين، بداو كيرميو الوراق الملفات في الارض. فصافي هنا غيمشيو، ولكن داروا واحد الغلط انهم نساو التليفونات ديالهم وحتى واحد المسدس كان عندهم، ومشاو لواحد الفندق جلسوا فيه حتى وصلت 3 ديال الليل. فهنا خرجت سوزان ومشات للبلاصه اللي خلات فيها خوها وداتو للدار. فهنايا فين لقاو والديهم ميتين وعيطوا للشرطه على اساس ان هي ما عندها حتى علاقه بهذا الشيء، يعني هي وخوها جاو وتصدموا بلي والديهم ميتين. فهاد القصه هذه من بعد ما انتشرت دارت واحد الضجه كبيره، خصوصا اللي كيعرفوا سوزان تفاجئوا بزاف، تفاجئوا تصدموا ملي عرفوا بلي راه سوزان هي المجرم اللي قتلت باباها وماماها. جاتهم غريبه لانهم كانوا كيشوفوا الحياه اللي كانت عايشه فيها حياه مثاليه، عندها اي حاجه كتحلم بها، وكاين اللي تعاطف معها وقال بلي هي باقا صغيره وبلي دانيال هو اللي لعب ليها بعقلها. من بعد 4 سنين من الجريمه في سنه 2006 وصلت المحكمه ديالهم الاخيره اللي غيتحدد فيها الحكم النهائي. هنا سوزان بدات كتهم دانيال اخوه بلي هما اللي داروا كل شيء وبلي هي ما عندها حتى علاقه، ودانيال اخوه حتى هما قالوا بلي راه هما نفذوا غير الاوامر ديال سوزان. في الاخير سوزان ودانيال غيتحكموا عليهم بالقتل العمد وغيتحكموا ب40 سنه، اما خو دانيال فغيتحكم ب38 سنه بتهمه التآمر على الضحايا. من بعد ما تحبست سوزان حاولت بزاف الطعن في الحكم باش يتم التخفيف عليها، ولكن بدون جدوى. في سنة 2011 رفع عليها خوها دعوة باش ياخذ الحصة ديالها في الورث، وفعلا ربح القضية. واش كتخيلوا معايا ان بنت دير هاد الشيء كامل وفي والديها اللي ولدوها قراوها وكبروها، وفي الاخير هذا هو الجزاء ديالهم. والذنب ديالهم الوحيد مساكن انهم فكروا في المصلحه ديال بنتهم، بغاو ليها الافضل. صراحه الحياه غريبه بزاف، والكائن البشري ممكن توقع منه اي حاجه.
كانت هذه هي القضية ديال اليوم، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتلاقى معكم في فيديو جاي وفي قضية جديدة ان شاء الله.